طيب ازاي اقدر بقى ادخل كطالب اونلاين؟ سريعا كده، ان انا هدخل هنا على حساب جديد، او لما اخش على تسجيل دخول هيبقى في حاجة اسمها انشاء حساب جديد. بدخل بكتب هنا اسمي محمد علي محمد مثلا. لازم اكتب الاسم رباعي وبالعربي. حلو. طيب بعد كده ادوس التالي. رقم التليفون هكتب 0، ده رقم تليفوني مثلا. لازم اكتب رقم تليفوني صح، لان ده اوريدي اللي انا هخش بيه اصلا على المنصه كطالب اونلاين. انا بتكلم هنا كطالب اونلاين. حلو. مثلا رقم ولي امري. بعد كده ادوس التالي. المحافظه بتاعتي الدهقليه مثلا، الصف الدراسي الثالث الثانوي، نوع التعليم عام. التالي كلمه السر بتاعتي. بعد كده هكتبها تاني. وادوس حفظ البيانات او انشاء حساب، هيقول لي خلاص اهلا بيك في المنصه. طبعا ادوس على الثلاث شرط التاني، بيانات شخصيه، كل الحاجات اللي انا بقدر، ملف المستخدم بتاعي مثلا، جميع الكورسات. لو كان في كورسات مثلا اوريدي المستر منزلها، بقدر اشوف الكورسات اللي المستر منزلها عشان لو عايز اشترك فيها، او الدخول للكورس ده بيخليني اعرف الكورس محتواه ايه. بعد كده نتائج الامتحانات، نتائج الواجب، كورساتي لو انا اوريدي كنت خلاص اشتركت. طب بشترك ازاي؟ كل الموضوع اللي انا بخش على جميع الكورسات، بشوف مستر منزل ايه وادوس اشترك الان. هتلاقيه هو اوريدي بعت له ان انت عايز تشترك في الكورس، فبتقدر تكلمهم في الدعم الفني بحيث ان انت تخليهم يفعلوا لك الكورس، اوريدي ينزل عليك بقى ايه في كورساتي بعد ما تكون حولت لهم الفلوس. بس ده كان سريعا كده ازاي انا كطالب بشترك، يعني بسجل اكونت اونلاين على منصة مستر محمد العربي. طيب طبعا تسجيل خروج، هاجي هنا بقى مثلا لو انا عايز اخش تاني بقى في اي يوم تاني، فبكتب رقم تليفوني واكتب كلمة السر، طبعا 11 رقم فقط، 0، واكتب هنا كلمة السر اللي انا المفروض ادخل بيها، وادوس تسجيل دخول. هتلاقي خلاص دخلني على الاكونت بتاعي، وكده ابقى زي الفل. شكرا جدا.